يا ريت لو عجبتكم الفيديوهات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم على احلى مشاهدين في الدنيا، والنهارده في احلى فيديو مع منى، احلى وصفه مع منى واحلى فيديو واحلى وصفات. انا النهارده بصوا بقى في المطبخ بيبقى عندنا بطاطس زي كده، بطاطس بتبقى مزرعه كده، فاحنا مش هنرميها، احنا هنزرعها وبتطلع احلى بطاطس. فيلا نشوف طريقه زراعتها. اول ما تزرع كده مش برميها، هاخدها وهبدا ان انا ازرعها. يلا بينا نشوفها ازاي في البلكونه، طبعا زي ما انا معوداكم، وهتبقى سهله جدا وحلوه قوي. يلا بينا نشوف نزرعها في البلكونه. شوفوا دي كانت عندي، فاكرين دي شجرة البطاطس دي كانت عندي، دي بقالها حوالي شهر ونص، طلعت كده بالشكل ده كده. وانا زي ما انا عاملينها بالحواجز الستيك الخشب دي، العصيان الخشب دي، علشان الرياح وعلشان زادوا عمليها، او اي عصيان عندك اي حاجه، المهم تحوطيها كده. دي كبرت، فدي اللي هي لقيناها اهي في المطبخ، مش هنرميها، هزرعها نشوفها بقى تزرع ازاي. يلا بينا. اول حاجه اهو هنخرم الجردل اللي احنا هنزرعها فيها. على فكره لو ما عندكيش ده عادي، بصوا اللي طلعت دي انا زرعتها في شنطه كبيره كده وطلعت، ما فيش اي مشكله. لو النبي لو زرعتيها في ايه هتطلع برضو، اي حاجه فعلا بتطلعها. بس انا كان عندي الجردل ده، الجرادل اللي هي البلاستيك دي، الاول هنخرمه زي ما احنا عارفين، لازم نخرم كل حته علشان الميه تطلع منها، الميه زياده وتعمل زي تهويه للتربه. نخرمها من تحت ومن الجوانب. لو ما عندكيش السنيور ده عادي اديها بالمفك كده وبشاكوش كده وهي هتتخرم، او لو شنطه كبيره هتزرعيها فيها وبرده بتخرميه الشنطه اهي بالشكل ده كده. بس شنطه اللي هي تكون عارفينها، دي اللي هي اللي بنجيبها من المحلات بتاعت الهدايا، اللي هي بتاعت وش السعد، اللي عامله زي شبه البلاستيك كده، دي التخين دي. يلا اهو كده، اهو خرمناه كده بالشكل ده، وجوزي بيوريكم لان هو البروفيشنال في موضوع الزرع ده، وانا بوريكم معاه برضو اهو. تمام. بعد لما احنا خرمناه كده هنبدا نحط التربه. هنبدا اهو الجرده اللي احنا خرمناه، او اي حاجه عندك بتزرعيها فيها بتطلع ما بتقولش لا، بس لازم بتخرميها اهو. هنملى نحط التربه. ايه ده؟ احنا هنملاها بس 3/4 بس. هنملى الجردل اللي احنا هنزرع فيه، او قصرية الزرع اللي هنزرع فيها يعني 3/4 كده، مش كلها. ايوه. وملينا اهو الجردل اللي هنزرعه فيها 3/4 مش كله. وبعدين هبدا احط البطاطس المزرعه فيه. فكره طريقه زرع البطاطس دي اسهل حاجه، اسهل ما يكون يعني في الزرع اهي بالشكل ده كده في النص كده. وبعدين هبدا ان انا حطيت البطاطسايه في النص المزرعه، وبعدين هبدا احط التربه فوقيها، اكملها بقى ايه بباقي التربه كده اهي، اغطيها كده بالتربه مع ضغطه خفيفه كده. وبصوا كده بعد لما خلاص غطيت اهو، بس مش بملى الجردل اللي انا هملاه فيها، او الوعاء اللي انا هملاه فيها كله لحد هنا بس، يعني يا دوبك غطيت اهي البطاطسايه. هتطلع بقى البطاطسايه بعد حوالي اسبوعين، تبدأ تطلع النبتة بتاعتها. اول ما تبدأ تطلع النبتة بتاعتها اكمل تاني الجردل بتاعي بالتربة، هكمله كله بالتربة كده وبس. ودلوقتي هنسقيها وهي كده، وبعد لما دلوقتي هنسقيها بمية، وبعد هنستنى، وطبعا بنسقيها يوم بعد يوم، بتتسقي يوم بعد يوم. هغطيها تاني بالتربه، هملاها وخلاص على كده، وبتطلع احلى بطاطس ومش بتموت وبتطلع حلوه قوي. ودي اللي انا كنت زرعاها بقالها دي بقالها شهر حوالي شهر واسبوع، شهر ونص كده، ومطلعه اهي كنت زرعاها في شنطه وحطها ومحوطاها اهي ولما تطلع تحوطيها ما تنسيش بقى بالعصيان، اللي هي اي عصيان عندك عشان الرياح كده. وطريقه زرعها سهله قوي قوي وهتعجبكم، وجربوها. واوعي ترمي بعد كده بقى البطاطس المزرعه، وهتطلع احلى بطاطس ان شاء الله وهتعجبك قوي. لو عجبكم الفيديو
ما تنسوش تشتركوا في القناه علشان لايك وسبسكرايب. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل فيديو انا بعمله. بحبكم قوي قوي واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.